تعالى اقولك ازاي تعملي صينية بطاطس بالفراخ. حاجة كده في منتهى الجمال، طعمها رهيب بطريقة سهلة جدا من غير اي افتكاسات. ولو قلنا صينية بطاطس بالفراخ فاساسي نعمل جنبها شوية رز بالشعرية مفلفلين. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة الفراخ لازم نغسلها كويس جدا تحت المية الجارية، وهنسيبها في محلول النقع عبارة عن ملح وليمون لمدة ربع ساعة. بعد كده هنغسلها ونصفيها. زي ما انتوا شايفين انا معايا وركين، مش فرخة كاملة، وقسمت كل ورك لنصين. هبدأ اتبل بقى الفراخ بشوية ملح، شوية فلفل، شوية بابريكا، شوية كمون، وكمان شوية من البهارات زي ما تحبوا بقى، بهارات السبع او بهارات فراخ. هدعك بقى الفراخ بتاعتي كويس جدا كده بالبهارات، بهارات بسيطة جدا، رشة بسيطة من الملح والفلفل والبابريكا والكمون والبهارات. وهسيبها بقى كده لمدة نص ساعة تشرب كويس جدا من التوابل اللي احنا تبلناها بيها. طبعا كل ما بنسيبها في التوابل مدة اكتر، لحم الفراخ بيشرب من التوابل فبيكون طعمه احلى. بعد كده معانا بقى طاسة او صينية على النار، هننزل فيها بشوية زيت وبعد كده بمعلقة سمنة. لازم يسخنوا كويس جدا جدا جدا، لان الخطوة دي اهم خطوة في صينية البطاطس بالفراخ. هننزل بالفراخ زي ما انتوا شايفين كده، واللي زي ما قلت لكم لازم السمنة او الزيت بتوعنا يكونوا سخنين جدا، يعني ندي صدمة كده للفراخ علشان خاطر ما تنزلش المية بتاعتها وتتاخد لون كده من الوش الاولاني، وبعد كده هنقلبها تاخد لون من الوش التاني. وزي ما قلت لكم الخطوة دي اهم خطوة في عمل صينية البطاطس بالفراخ. هنا احنا لما بندي الفراخ صدمة، وانا اتعمدت ان انتوا تسمعوا الصوت التشة ديت بتاعت صدمة الفراخ، علشان خاطر الفراخ كده بتمنع اي سوائل بتنزل منها تنزل في صينية البطاطس، وكمان بتكون واخدة طعم حلو جدا مع التحميرة البسيطة، وكمان بتاخد اللون الجولد القمر اللي انتوا شايفينه ده. فبصراحة بتفرق جدا الخطوة دي. حمرنا بقى الفراخ بتاعتنا وهنبدأ نشيلها، والصوص بتاعنا دوت مش هنرميه. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي بيه. جبنا البطاطس بقى الكمية اللي احنا محتاجينها وقشرناها، وقطعنا كل بطاطساية لترانشات كده متوسطة السمك، لا رفيعة ولا سميكة. وهننزل بقى البطاطس بتاعتنا بعد ما غسلناها كويس جدا وصفيناها في الصوص اللي نزل من الفراخ. هيدي طعم ليها تحفة، وكمان تغليفة البطاطس هتساعد معايا ان البطاطس تستوي تسوية مظبوطة من غير ما تتهري خالص. كمان كده بتدي التشويحة دي طعم رهيب فعلا، وبتفرق في طعم البطاطس. جربوها وهتدعوا لي. بعد ما اديناها زي ما انتوا شفتوا كده على الجنبين تشويحة بسيطة قوي، هنقفل عليها النار. وهبدأ بقى اجيب الصينية بتاعتي اللي هنرص فيها البطاطس والفراخ، ونزلت ببصلتين مقطعاهم طرنشات، وكمان فلفلاية رومي باردة مقطعاها طرنشات. طبعا لو حبيت الفلفل الحار حطي. ونزلت بشوية ملح وشوية فلفل ومكعب من مرقة الدجاج، وده طبعا اختياري. وكمان 4 فصوص من الثوم كده او 3 فصوص هرستهم، وقلبت بقى التتبيلة دي كويس جدا جدا كده مع بعض. مش عايزة اقولك بقى التتبيلة اللي احنا عاملينها او الارضية اللي احنا عاملينها لصينية البطاطس هتخلي طعمها في حتة تانية خالص. هبدأ ارص الفراخ بتاعتي، شايفين لونها قمر ازاي؟ ولو انتم ملاحظين انا ما كترتش خالص في التوابل، كل اللي حطيناه ملح وفلفل وبس. كتر التوابل في صينية البطاطس بيضيع طعمها. بدأت بقى ارص الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بالبطاطس اللي احنا اديناها تشويحة بسيطة على الجنبين بالصوص بتاعها على الفراخ. وابدأ بقى ارص الصينية كده بشكل جمالي شوية. ولو انت موجودة معايا لحد دلوقتي صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات، علشان كده دايما البركة تبقى في حياتنا. زي ما شفتوا بقى حاولت كده اجمل شكل الصينية كده بتاعتي، ونزلت بحوالي 5 طماطمات عصراهم مع شوية من الشوربة. لو عندك ما عندكيش يبقى شوية من المية، يعني حوالي كده كوباية من المية.
لازم الطماطم بتاعتي تبقى فيها سوائل شوية كده، لاني لسه الفراخ محتاجة تستوي وكمان البطاطس. هبدأ بقى احط الصينية بتاعتي في الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف الاوسط، مش هشغل الشواية خالص. وطبعا غطيت صينية البطاطس بتاعتي، بس للأسف المقطع ده اتحذف. هتغطيها بورق زبدة الأول وبعد كده بورق فويل. ولو عندك غطا ألمونيوم مفيش مشكلة، غطي بالغطا الألمونيوم بديل ورق الزبدة أو ورق الفويل. وسبتها بقى في الفرن، هتاخد يعني تسوية كده حوالي 40 دقيقة أو من 30 ل 40 دقيقة على حسب نوع البطاطس. بدأت هنا بقى أعمل الرز بالشعرية، سهل جدا. هنزل بمعلقتين من الزيت، والشعرية بتاعتي طبعا الكمية على حسب كمية الرز، مع التقليب المستمر، ما ببطلش تقليب علشان لون الشعرية زي ما انتوا شايفين ياخد اللون الجولد القمر ده، ويبقى كل الشعرية لون واحد. وانتي بتقلبي كده حاولي تاخدي اللي في الجناب. شايفين احنا وصلنا كده اللون المناسب جدا للشعرية. طبعا معانا الرز المغسول بتاعنا، دول كانوا حوالي 3 كوبايات من الرز. غسلتهم كويس جدا، ما بننقعش الرز المصري، بيتغسل كويس جدا جدا وبنصفيه كويس جدا، وبننزل عليه على الشعرية وندي كده تقليبتين لحد ما كل رزاية تتغلف بالمادة الدهنية. بعد كده هنزل بمعلقتين صغيرين من الملح، يعني ما يعادل معلقة كبيرة من الملح، وطبعا ده برضو على حسب كمية الرز بتاعتك، ورشة بسيطة جدا من الفلفل الأسمر، وادي كده تشويحة خفيفة. وبعد كده هنزل بالمية السخنة بتاعتي. الرز عشان يستوي صح لازم بمية سخنة، مية مغلية من الكاتل، ما ينفعش خالص بمية باردة. وطبعا المية بتكون بارتفاع من الرز بعقلة صباع، مش عارفة بعقلة صباع يعني، يبقى في مسافة صغيرة جدا ما بين الرز والمية. اسيبهم بقى على نار عالية لحد ما يغلوا كويس جدا جدا، ويبدأ المية تتشرب. هغطي ووطي واسيب الرز بقى يستوي براحته خالص. زي ما انتوا شايفين كده تسوية الرز معايا تحفة. كل رزاية مستوية مظبوط جدا. شايفين الجمال، مفلفل، حبة رز بالشعرية طعمهم رهيب. شايفين الجمال، مش عايزة اقول لكم والله ريحتها فعلا كانت قلب العمارة، حاجة كده في منتهى الجمال. عملناها بطريقة سهلة جدا بسيطة جدا من غير اي افتكاسات. وعلى فكرة انا ما حطيتهاش تحت الشواية خالص، هي واخدة اللون ده من التسوية فقط لا غير. بس ما تنسوش ان انتوا تغطوها بورق زبدة وورق فويل. اعملوها بطريقتي هتعجبكم جدا جدا. استنوني في وصفة جديدة. احبكم في الله والسلام عليكم.